الدراري البنات غادي نفتتحوا فقره ديال اسئله واجوبه. غادي ندير الاسئله اللي كيجيو بزاف كيتعاودوا غادي نجاوب عليهم. اول سؤال: شحال المده ديال التكوين؟ هذا كيتعاود بزاف. واخا الا دخلتي الفيديو اللي نشرت في الحساب ديالي ريل، اخر ريل غادي تتفرج فيه من الاول حتى الاخر. كنحط واحد لوليان اللي هو المفيد.ma/école. الا دخلتي ليه قريتي كلشي تما، كلشي كاين: مده التكوين، شحال، فين، التفاصيل، شنو غادي تقرا، علاش المفيد، غتلقى كلشي. ولكن غادي نجاوب هنايا. شحال المده ديال التكوين؟ المده ديال التكوين الاخوان هي 10 شهور. 10 شهور كافيه باش تاخذ شخص عادي يولي ناضي، لان باش يتعلم الاي كوميرس، الميديا باينغ، ديجيتال ماركتينغ، كرييتيف كرييشن اللي هي داخله في الماركتينغ، تاخذ شخص عادي ناضي في مده ديال 9 شهور. سيرتو مع استاذ معك يوميا كافيه واكثر من كافيه باش تاخذ شخص عادي تردو ناضي. تخيل معايا واخا نشرت الريل في الكونت ديالي، دخلتي دابا الكونت ديالي ومشيتي لاخر ريل، غادي تفرج فيه من الاول حتى الاخر، مجاوب على كاع الاسئله: كيفاش غادي تسجل، شحال المده ديال التكوين، كلشي. ولكن اكثر سؤال ذا نمبر 1 واخا سبقت عليه الاخر، نمبر 1 دابا هو كيفاش نتسجل، طريقه التسجيل كذا. المهم الاسئله تيتشابهوا لهذا على طريقه التسجيل. يا اخوان راني ديجا قلت الا تفرجتي في داك الريل راه شاركت فيه كيفاش. ونزيدك الا دخلتي للمفيد.ma/école غادي تلقى التفاصيل كامله تمايا. غادي تدخل بليز قرا من الاول حتى الاخر، قرا من الاول حتى الاخر قبل ما تبدا التسجيل، تبدا تدخل المعلومات ديالك وكذا وسميتو باش تكون معنا ان شاء الله في المفيد. تعليم حضوري يا الاخوان، كاين استاذ كيتابع معاك، كطرح اسئله، كل قسم فيه 25 حتى 30 تلميذ. تعليم حضوري بليز. طريقه ما تمشيش تسجل، نصيحه ما تمشيش ديريكت وتسجل، قرا كلشي من الاول حتى الاخر غادي تفهم شنو كاين. هذا سؤال زوين. ممكن الايام والتوقيت. اجي نقول لك كاينين ثلاثه تاع الاوبشنز. الاوبشن الاولى هي من الاثنين للجمعه، الاوبشن الثانيه هي الويكاند. وتقول لي شنو هي الاوبشن الثالثه؟ الاوبشن الثالثه هي بالليل، لان بزاف ديال الناس عندها التزامات وما عزيزش عليهم يقراو بالويكاند، تيبغيو يخرجوا مع عائلاتهم وداك الشيء. هادو كاين الاوبشن ديال الليل، وكاين الاوبشن عاوتاني ديال الويكاند. كما قلت لك كاينين ثلاثه ديال الاوبشنز. كاين الاوبشن ديال تقرا من الاثنين للجمعه، وكاين الناس اللي عندهم التزامات خدامين وسميتو ما تيبغوش يقراو بالويكاند، كاين الاوبشن ديال الليل. وكاين الاوبشن الثالثه اللي هي تيبغيوها حتى هي بزاف ديال الناس اللي تيكون عندهم التزامات تيبغيو يقراو في الويكاند، السبت والحد. هادو هما. جاوبت على هذا السؤال هذا مزيان. هاد السؤال الخوت ماشي نتجاهلو، كيجيب واحد النسبه ديال 10% ديال الاسئله اللي كطرح: واش ممكن ديروا لنا تعليم فابور؟ عافاك واش ممكن نجيو فابور؟ انا متفق معاك. علاش؟ لان واحد النهار كنت انا في هاد السيتياسيون، كون انا من دواريزي كي كنتفرج في هاد اللونسمون ديال هاد ليكول هادي، ما غاديش يكون عندي الجهد وما غاديش يكون عندي باش نتقيد ولا نديبلاصا ولا كذا، وغادي نقول لهم بليز واش ممكن يكون فابور. عندي لك الحل الاخ، غادي تدخل المفيد.ma، تشعل البيسي ديالك، غادي تريح تعلم فابور. حنا مع التعليم فابور والتعليم حق، عاطين التعليم المفيد.ma نفس سميتو، غادي تدخل تقرا داكشي فابور. تعليم حضوري الاخ ما يمكنش يكون فابور، لان عندنا واحد الكرا غالي بزاف وما كاينش. من اهم المواقع في كازا 20 ثانيه من كارفور ديال سيدي معروف حدا الهيد كوارتر ديال هواوي، داكشي الاخر. ملي كنا كنبريباريو الكوان شي حاجه بالجهد ديال الجهد، عاد زيد عليها عندنا اساتذه، عندنا الضوء، عندنا الماء، عندنا التزامات، عندنا اداره، عندنا بزاف الموظفين. يعني راك فهمتيني بلا ما نحتاج. الشباب هذا السؤال هذا كيجي بزاف، رغم ان اللي تفرج في الريل شاركنا واحد لوليان يدخل ليه يلقى الاجوبه كاملين، لا على الثمن، لا فين، لا امتى غادي نبداو، التفاصيل كامله، اي حاجه مكتوبه تمايا. يعني غادي تقرا غادي تلقى الجواب، ولكن غادي نجاوب عليه. الثمن صراحه ملي جينا نبداو بدينا كنسولوا بزاف ديال الناس اللي كنعرفوهم عندهم مدارس، كنقول لهم شنو بان لكم في الثمن، شنو بان لكم في الثمن. حنا كنا كنقترحوا عليهم تنقول لهم 1990 درهم، 2000 درهم. حنا في الاخر درنا 1990 درهم. تقول لنا لا غادي تطيحوا الثمن بزاف ديال السوق. وكان عندنا واحد التبرير باللي هذه راه هي السنه الاولى ديال المفيد في كازا، لاول مره غادي يكون التعليم حضوري وشي حاجه اللي هي جديده، اي كوميرس، ميديا باينغ، ديجيتال ماركتينغ، شي حاجه جديده. اجي نبداو ب 1990، ورغم ان كلشي كتقول لنا لا 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 صاحبي بغيتو تطيحوا السوق، بغيتو ترونوا، بغيتو تقول لي لا. في الاخر اتفقنا انا وانس، قلت لي بليز بدا ب 1990 هذا العام هذا، والعام الجاي نفكروا في هذاك الشيء اللي كيجي 4000 فاش كيقولوا الاخرين خليه العام الجاي. الاخوان السؤال هذا كيجي بزاف. رابا فوقاش اعتبرها مراكش فوقاش، لان علاش كتيجي بزاف؟ كل واحد تيكتب مدينته تيكتب فوقتاش. اكادير، الرباط، طنجه، وجده، مكناس، فاس، قنيطره، كل واحد تيدير المدينه ديالو.
الاخوان انا اللي نقدر نقول لك هو هذا العام هذا اللي مضمون حاليا هو كازا، ونسبه 99.99 العام الجاي غتلقاه هي كازا. علاش تدوز على العام الجاي؟ لان دابا عدد المقاعد محدود غادي نساليوها، كاين 10 شهور التكوين، يعني يصير حتى العام الجاي عاوتاني يتفتحوا المقاعد. وانا الدراري راه ماشي ولد كازا، ولكن بالمنطق ديال البيزنس كازا. انا ننصح اي واحد في المغرب زعما كازا راه ما جاش اختياري راه هكاك. انا حقاش الخوت ملي كنت نبغي ندير اجتماع مع اللي ديسيدي في بانكه كبيره الهيد ديالهم، كتلقى الهيد كوارتر في كازا، وكتلقى الكبير ديال البانكه كاين في كازا اللي ديسيدي. اي اجتماع كان مهم، اي حاجه مهمه، تجاره الجمله، اي حاجه الخوت البيزنس ديال بصح كاين في كازا. الخوت هو السبب ديال الاختيار ديال كازا، لان ملي كتفكر بالعقل ديوانا كازا البيزنس كامل. اي ميتينغ ملي كنت كنبغي شي نتوصل للسطاج الاخر ديال اللي ديسيدي يسني ليك، كنت كنلقاه في كازا. ما كتلقاش فهمتي داك اللي في مدينه تكون في مراكش كيصيفطك عند هذاك تيزكي لك الميتينغ مع السطاج الاخر. قيس على ذلك بانكا، شركه كذا، دوك الشركات كاملين اللي في المغرب اللي تيديسيدي في الاخر جالس فينا كاين في كازا. ديوانا، امبور، اي حاجه. المهم شوف، هذا هو الاختيار ديال هذا هو السبب ديال الاختيار ديال كازا. زعما ماشي انا ماشي تزاديت فيها كبرت فيها، زيد على الاخ ملي كتقول ستيمولاي خاصك دير شي حاجه واعره. دابا مشينا في كازا درنا شي حاجه واعره، وديما خاص تحافظ على واحد المستوى. درنا اون بلاسمون واعر، داكشي جهزنا واعر، يعني صعيب دير في بزاف د البلايص. دابا الخوت اللي نكارونتي ليك كازا